بارت 2 من لعيبة سمعت اسمها في برنامج صباحه بس انت ما تعرفهاش، ولاعب النهارده هو هي حلاوتها كده. كلاسيان هونتلر. إجابة صحيحة، يفوز فريق الأسطوات. كلاسيان هونتلار. هو من مواليد 12 أغسطس 1983، هولندي الجنسية. هونتلار كان مهاجم كلاسيكي بيتميز بمرونته العالية، كان يقدر يسجل بأي طريقة برجليه الاتنين من مسافات بعيدة أو قريبة، وكان عنده الذكاء الهجومي اللي خلاته يتقارن بلاعيبة تانية زي فان باستن وفان نستروي. طبعا يا عزيزي انت مستني دلوقتي افاجئك واقول لك انه لاعب ريال مدريد مثلا او اي سي ميلان، بس في الحقيقة هو لاعب فعلا للاتنين. فبدأ مسيرته في بي اس في ايندهوفن تحت 19 سنة، فهناك قدر انه يفرض نفسه بعد ما اخد لقب هداف دوري الشباب عشان يتصعد الفريق الاول. وهنا هونتلار واجه صعوبة شديدة في فرض نفسه، فتم اعارته لنادي دي جراف شاب، وهناك ما قدرش انه يسجل معاهم في 9 مباريات، 8 منهم كان بديل. فقرر النادي انه ما يجددش عقد الاعاره بتاعه. في بدايه موسم 2003 2004 هونتلار يعار من جديد، لكن المره دي الفريق لسه صاعد حديثا للدوري الهولندي الممتاز وهو نادي اجوف ابيلدورن، وكانت البدايه كويسه، فسجل هناك في اول ظهور ليه مع الفريق، وفي تاني ظهور ليه مع الفريق سجل ثلاثيه. واستمر هونتلار في التسجيل لحد ما وصل ل 26 جول في 35 مباراه في الدوري، ومن هنا انفجر اللاعب واختير كافضل لاعب في الموسم. بعد انتهاء اعارته مع نادي اجوف ابيلدورن رفض هونتلار التوقيع على عقد جديد مع بي اس في ايندهوفن، فاستغل نادي هرنيفن الفرصه وضم اللاعب بمبلغ 100,000 يورو، فسجل معاهم 17 جون في 31 مباراه، وده ساعد فريقه انه يتاهل لليوروبا ليج. وفي موسم 2005 2006 وصل هونتلار التسجيل فسجل 17 جول في 15 مباراه وقتها، وده اللي خلى الانديه الاوروبيه تتهافت على ضم موهبه زي دي. وبعد سنه واحده انتقل الهولندي هونتلار في سن 23 سنه 2006 لنادي اياكس امستردام، وهناك قدم مستوى خيالي، وبفضل بنيه جسمه القويه والطول اللي كان بيمتلكه اللاعب جعلت منه لاعب من طراز الهدافين، وبدا يكون الهداف الاول للنادي بفضل اهدافه الحاسمه والرائعه. كل ده جعله يصبح ثالث افضل هداف في اوروبا من 2006 ل 2008، والهداف الهولندي الاول سجل 136 هدف في 192 مباراه عشان يصبح هداف من طراز النجوم. في موسم 2008 2009 وبتحديد في ظهر يوم الخميس 4 ديسمبر 2008 قدم ريال مدريد مهاجمه الجديد هونتلار بصفقه وصلت قيمتها حوالي 27 مليون يورو عشان يحل محل فان نستلروي اللي كان مصاب في الموسم ده. لعب هونتلار مباراته الاولى مع ريال مدريد امام فيا ريال ولكنه ما سجلش اي اهداف، فبدا هونتلار بتسجيل اول اهدافه من اهدافه الثمانيه في لقاء سبورتنج خيخون اللي انتهى 4-0، وانهى مهاجمنا الموسم ده ب8 اهداف في 20 مباراه لعبها مع النادي الملكي. في 6 اغسطس سنه 2009 توصل ريال مدريد واي سي ميلان لاتفاق، وهو انتقال اللاعب لصفوف الفريق الايطالي بصفقه بلغت 15 مليون يورو وبعقد مدته 4 سنين، لكنه قعد في ميلان موسم واحد بس واتنقل من ميلان لشالكا لرغبته في انه يلعب اساسي، وبالفعل قد كان. فهونتلار استطاع انه يسجل 82 هدف في 7 سنين بواقع 175 مباراه مع النادي الالماني، واستطاع انه يكون هداف القرن في شالكا. بعد ما عقده خلص في 2017 مع نادي شالكا قرر انه يرجع تاني لاكس في صفقه انتقال حر، وهناك سجل في 4 مواسم 45 جون في 85 مباراه، وبعد كده رجع تاني لشالكا في موسم 2021 عشان يقرر اللاعب انه يعلق حذائه ويعتزل بعد مسيره كانت ممكن تكون احسن من كده للاعب موهوب.